من دعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء بيقين وإخلاص، والله وبالله وتالله أن يستجيب الله له دعاءه، وأن هذا الدعاء مجرب مني أنا، ومجرب من الشيخ بندر بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام. هذا الدعاء أنا أسميه عجب العجاب. وأعطيكم قصة بسيطة حصلت قبل يومين. أحد الأخوات أرسلت لي قالت: يا شيخ أنا عندي مقدمة على إسكان الملك عبد الله، وقالوا لي إنه بيجيك الموافقة بعد 5 أو 10 سنوات. فأعطيتها هذا الدعاء، فوالله الذي لا إله إلا هو ما تعدت يومين إلا جاها اتصال بسكن مؤثث كامل. سبحان الله. وهو وقل اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. والله ستجد من فتح الله ونصره وتأييده وفضله وبركته ما لا يخطر لك على بال.